دايما على القناه كنا بنتكلم عن بدائل اكسسوارات الايفون، ساعات، سماعات. بس ايه رايك المره دي نغير بقى الايفون نفسه ونستبدله بموبايل اندرويد؟ يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بقالنا حوالي اكتر من شهر اجازه، وده هيكون اول فيديو في 2025 لاول موبايلات يتم الاعلان عنها في السوق المصري بشكل رسمي، ويكون الايفنت بتاعها يوم 8/2 اللي هيكون في نفس الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده، وهي سلسله الاوبو رينو 13. وانا النهارده هكلمك عن الرينو 13 5G والرينو 13 اف 5G، اكتر موبايلات اندرويد بتديك تجربه الايفون فعلا، مش بس كلام هقول لك بقى ايفون الغلابه والكلام ده، عشان هو ما اعتقدش ده بقى سعره قليل. انا وانت هنعرف السعر دلوقتي، انا هكون في الايفنت وانت هتكون بتتفرج على الفيديو ده، وهسيب لك السعر في اول كومنت. فوانت نازل تتفرج على السعر ما تنساش تضغط لايك وانت معدي، وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفني، وتسيب لي برده كومنت تقول لي ايه رايك في التسعير، وهنشوف بقى مع بعض التسعير هيبقى عامل ازاي. تعالى اكلمك عن الموبايلين دول في كل تفصيله من التفصيلات اللي هم عاملينها شبيهه بالايفون. تعالى نبدا بالديزاين الاول اللي هو شبيه جدا بالايفون، يعني هو تقريبا انا حطيت كاميرا ثالثه هنا كبيره هيبقى 16 برو ماكس، يعني جبنا كده 16 برو ماكس وحطيناهم جنبهم، يعني تقريبا نفس الحواف او الكورنرات الدائريه الجامده دي، خاصه في ال 13 5G، يعني تقريبا هم يعني ده لو كبر شويه كده هيبقى زيه تقريبا، بل كمان هو ال 13 العادي جاي انحف طبعا من ايفون شويه واصغر منه في الحجم، ومش بس كمان الشكل، كمان الخامات المستخدمه خاصه في ال 13 5G. بصراحه الماتيريال هنا بريميوم جدا، ظهر من ازاز، الشاشه عليها طبقه حمايه كورن جريلا جلاس 7 اي، الحواف من المعدن وده باين توزيع اماكن انتنه حوالين الحواف بتاع الموبايل، ولكن ال 13 اف جايب بخامات من البلاستيك، ظهر من البلاستيك، الحواف كمان من البلاستيك، الشاشه عليها طبقه حمايه ولكن من شركه كده مش معروف مصدرها بصراحه، ولكن المشترك في الاثنين حتى وان كانت الخامات مختلفه، الاثنين بيدعموا مقاومه ميه وغبار اي بي 68 لتوصل لعمق 2 متر ولمده 30 ثانيه، كمان بيدعموا خاصيه الاي بي 69، ودي مش مقاومه على قد ما هي خاصيه بتخليك تقدر تستخدم الموبايلات دي انك تصور بيها تحت الميه زي الجو برو كده، وده عن طريق انك بتستخدم الازرار بتاع الموبايل اللي هو زرار بيعلي الصوت ويوطي الصوت، وكمان زرار الباور انك تاخد صوره او مثلا تبتدي تصوير فيديو، وكمان الزرار الباور ده بيخرجك من الوضع عشان هو بيبقى وضع اسمه اندر ووتر، بتلاقيه في الاوبشنز بتاع الكاميرا او اللي هي الاختيارات بتاع الكاميرا، علشان تخرج من الوضع ده بتفضل دايس على زرار الباور ده لمده 3 ثواني فبيطلعك بره الوضع ده خالص، وكمان بتلاقي كده اصوات وترددات بتبتدي تطلع من السماعه بتاع المكالمات والسماعه اللي من تحت عشان تطرد الميه من الموبايل، وكمان الموبايل هنا جاي بستيريو سبيكر في الموبايلين، بصراحه صوتهم حلو جدا وعالي جدا، وان كانت الجوده احسن طبعا في ال 13 5G، وكده كده احنا عارفين ان ال 13 اف هو نسخه مصغره شويه او نسخه بمواصفات اقل شويه من ال 13 العادي، وبس بصراحه انبسطت ان هم يحطوا كمان مقاومه ميه وغبار اي بي 68 اللي هي بتلاقيها اصلا في الفلاج شيب، فده يعتبر الموبايل او النسخه القليله شويه من ال 13 5G، فكونهم حاطين نفس خاصيه في الموبايل ده جامد جدا، هم الاثنين مش هيبقوا رخاص عامه يعني. المختلف كمان ما بين الموبايلين وهي الشاشه، للوهله الاولى ممكن تقول هم نفس الشاشه، نفس الشاشه الاموليد، بس البانل مختلفه، بس هم الاثنين من نوع اموليد، مش دايما صاحبي اسم اموليد او يعني الشاشه دي تبقى جامده، لا برضه في انواع في البانلز، البانل بتاع ال 13 5G جامده جدا، يعني تقريبا هي 1.5 كي او 2 كي 120 هرتز، توصل لسرعه 1200 نتس، تدعم ال اتش دي ار 10 بلس، شاشه يعني بص جامده يعني شاشه محترمه جدا، وحجمها 6.59 انش، اعتبرها 6.6. ال 13 اف البانل اموليد برضو بس فول اتش دي بلس 120 هرتز، برضو بتوصل لسرعه 1200 نتس، بتدعم برضو فيديوهات اتش دي ار وده جامد جدا، ولكن هي بكواليتي اقل شويه من ال 13 5G، والحجم اكبر شويه، دي 6.67 انش، يعني 7 من 100 فرق ما بين الموبايلين، ممكن ده يبان شويه لما تحط الموبايلين جنب بعض، في فرق شويه في الطول، وكمان في فرق في الحواف، يعني لو فتحنا كده مثلا خلفيه او باك جراوند تكون فاتحه شويه وحطينا كده الموبايلين جنب بعض، هتلاقي هنا الحواف سيمتريه جدا، نفس الحواف اللي من فوق، نفس الحواف اللي من الجناب، نفس الحواف اللي من تحت، هي ولكن هنا الحواف اللي من فوق واللي من تحت اتخن شويه من الحواف الجانبيه، بالاضافه ان الشاشه هنا كمان كيرفت شويه عند الحواف اللي هي 2.5 دي، ولكن هنا الشاشه فلات ومسطحه تماما، مفيش اي انحناء او اي حاجه يعني مثلا نازله على الحواف او حاجه، هي مع الحواف كلها يعني سوا واحد، لكن هنا في انحناء بسيط خالص كده، ولكن هذا لا يمنع ان الشاشتين جامدين جدا والكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، ولكن لما تحط طبعا ال 13 5G جنب ال 13 اف هتحس باختلاف شويه بس لما تركز قوي. طيب المختلف ايه كمان؟ طبعا الاداء في حته ثانيه، ده في حته وده في حته صح، الوحش الصغير ده جاي بمعالج جبار، الدايمنسي 8350، معالج جامد جدا 4 نانومتر، مش بيستهلك حراره كتير ومش بينتج حراره كتير، وكمان بيقدر يخليك تلعب ببجي على حوالي 90 فريم. ال 13 اف 5G بيجي بمعالج مختلف، السناب دراجون 6 جين
طبعا معالج محترم جدا وكويس جدا في الاداء اليومي، وبرده بدقه تصنيع 4 نانومتر، فبرده مش بيستهلك حراره كتير ومش بينتج برده حراره كتير، وهيديك اداء ممتاز جدا وهيخليك تلعب ببجي على حوالي 60 فريم. وبيني وبينك 60 من 90 طبعا في فرق، مش هقول لك مش مفيش فرق، بس عينك مش هتلاحظ. يعني انت لو بتلعب على 60 ورحت لل 90 يعني مفيش فرق كبير قوي، الاثنين ادائهم مستقر جدا، وبصراحه ببجي عليهم هتبقى مستمتع جدا، خاصه الموبايلين فيهم ستيريو سبيكر، فاللي جاي مع شمالك بتسمع من سماعه المكالمات، اللي جاي مع يمينك بتسمع من سماعه السبيكر، فالموضوع بيبقى رايق جدا. وكمان السماعات هنا حلوه جدا. هتلاقي برده اختلافات شويه في المساحه والرام. ال 13 5G بينزل بمساحه 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والمفروض في نسخه ثانيه اكبر بس ممكن تلاقيها في الخليج اللي هي 512 مع 12 جيجا رام. وال 13 اف بيجي بمساحه 256 مع 8 جيجا رام، يعني 4 جيجا رام اقل، و8 ده كتير عامه يعني. وفي منه برده نسخه اكبر 512. الاثنين بيجوا بنظام اندرويد 15 مع واجهه اوبو كالور اس 15. الموبايلين صراع بطريقه غبيه، موبايلين طلقه سرعه جدا، كل حاجه بتعملها عليهم سهله جدا وسريعه. الموبايلين بيدوك فعلا تجربه ايفون، يعني من ناحيه السلاسه، النعومه، السرعه. حتى كمان لما تفتح تطبيق الجاليري تقريبا هو نفس التطبيق الجاليري بتاع الايفون، تقريبا في تشابه كبير ما بينهم. ده غير بقى خواص الاي اي ايميجنج تول اللي حاطينها جوه تطبيق الجاليري عشان تساعدك انك مثلا لو انت مثلا بتصور صوره بورتريه وعايز تعزل نفسك عن الباك جراوند وتقف شويه كده فبيقصك عن الباك جراوند، ممكن بقى تعملها ستيكر، ممكن بقى تحطها او تاخدها كوبي وتحطها في حته ثانيه او على صوره ثانيه. نفس الكلام اللي هو موجود في الايفون. وضافوا ميزه مشهور جدا بيها الايفون وهي اللايف فوتو، اللي هي وانت بتصور صوره عاديه الموبايل بيسجل كده كام ثانيه او كام لحظه وانت بتتصور، فبتبقى حلوه بقى، بتاخد لقطات كده، عارف انت بقى اللي هي بيهايند ذا سين، ان انت ممكن ما تاخدش بالك منها وانت بتصور صاحبك وهو مثلا بيعمل حاجه معينه، فبتطلع او بتظهر في الفيديو الكام ثانيه ده. ونفس طبعا الطريقه اللي انت تشوفها ان انت بتفتح الصوره بتقف عليها او تدوس عليها شويه بتلاقي بيعرض لك الفيديو اللي هو لقطه. صراحه ميزه جامده جدا وبنلاقيها في الايفون بس دلوقتي بقينا بنشوفها في الاندرويد عادي. تلاقي كمان حاجات كتيره لتعديل الصوره، وفي مثلا الاي اي انهانس كلاريتي اللي هو بيخلي الصوره ناعمه تماما، يعني او معنى صح بيحسن جوده الصوره لو في ناس مش بتحب الشاربنس الزياده اللي بيبقى موجود ويبين تفاصيل الوش وبيبين بقى تفاصيل كل حاجه. في اوبشنز كتيره ممكن بقى تقعد تلعب في الصوره وتعدل من غير ما تنزل تطبيق صور خارجي يعدل لك عليها. في كمان اوبشن الاوتو او الاختيار تعديل الاوتو اللي بيظبط لك الالوان، بيظبط لك البالانس والاتش دي ار، بيظبط لك كل حاجه تقريبا بضغطه زرار زي برضو الايفون بالظبط. الموضوع بصراحه جامد جدا، خاصه ان التصوير على الموبايلين دول جامد، بس لما نجيله كمان شويه. كمان في حاجه كمان هتلاقي مختلفه بين الموبايلين وهو حجم البطاريه والشاحن مع كل موبايل. ال 13 5G بيجي ببطاريه 5600 ملي امبير، ودي بطاريه كبيره، احنا دايما بنعتاد على 5000 دايما، او ده الرقم اللي اغلبيه الموبايلات بتستخدمه، لكن هنا 5600 مع شاحن سريع 80 واط هتلاقيه مع الموبايل في العلبه جامد. ال 13 اف 5G هتلاقيه ببطاريه اكبر شويه 5800 ملي امبير، وشاحن اقل شويه في السرعه 45 واط، جاي برده مع الموبايل في العلبه، مش هتحتاج تشتري. لازم ال 13 اف يبقى اقل شويه من ال 13 العادي، بس مش في كل حاجه بصراحه، برده حاطين لك شويه حاجات حلوه. نيجي مثلا لحاجه زي الكاميرات، وهتلاقي نفس سيستم الكاميرات موجود على الموبايلين مع اختلاف السنسور واختلاف المعالج. الاثنين بيجوا بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8، وكمان فيها مثبت بصري او اي اس، وكمان كاميرا وايد 8 ميجا بكسل عشان تاخد صور بزاويه واسعه، وهتلاقي كمان كاميرا زياده 2 ميجا بكسل عشان تاخد بيها الصور الماكرو. الارقام واحده ولكن النتيجه مختلفه تماما. ال 13 5G بيطلع صور شارب اكتر بكتير من ال 13 اف. ال 13 اف بيطلع صور حلوه مش وحشه، بس لازم تكون في ظروف اضاءه حلوه جدا. يعني بص لازم تكون في ظروف اضاءه بيرفكت، مش يعني مش حلوه بس، لا بيرفكت مثاليه. الهاي دايناميك رينج فيه مش احسن حاجه، ضايع شويه، ولكن 13 5G بصراحه يعني مش طبيعي. يعني الصور بتاعته هي مش تقارن بايفون، هي تقريبا شبه زي الايفون، فعلا مش ببالغ. الصور طالعه فيها اي دايناميك رينج حلو جدا، الالوان مش طبيعيه، خاصه انا كنت بصور مثلا في مكان فيه خضره وفيه زرع وشجر، كنت بصور بال 13 5G، وكمان كنت بصور بالايفون بتاعي ال 16 برو ماكس. الصور تكاد تكون واحده فعلا، او النتائج بمعنى صح تكاد تكون مقاربه جدا لبعضها. وما اعتقدش ال 13 5G هيبقى بنفس سعر ال 16 برو ماكس حاليا، هو وصل حاليا 200,000 لو مدفوع الجمارك والضرايب بتاعته. ال 13 اف بيطلع لك نتائج حلوه جدا، بس زي ما قلت لازم تكون في ظروف اضاءه مثاليه. يعني ما فيش بقى حته مثلا مظلمه جامد وحته الاضاءه فيها عاليه هو مش عارف يظبطها قوي، يعني لازم يعني ايه تسهل الدنيا عليه كده عشان يطلع لك صوره حلوه. كمان الكاميرا الاماميه مختلفه ما بين الموبايلين. ال 13 5G بيجي بكاميرا اماميه 50 ميجا بكسل، ولكن ال 13 اف بيجي بكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل. الموبايلين بيطلعوا صور حلوه جدا، ولكن طبعا ال 13 5G هيتفوق في موضوع الحده والشاربنس. الصور طالعه حلوه جدا، يعني والله بجد السيلفي اللي هو مش متخيل السيلفي طالع شارب بالطريقه دي، وكمان في البورتريه شارب جدا، مش مثلا ايه مثلا منعم الحواف والكلام. الصوره فيها كميه تفاصيل مش طبيعيه، يمكن ده انا حاجه انا بحبها، تقدر تعتمد عليه بشكل كامل في موضوع التصوير. بالاضافه ان الموبايلين بيقدروا يصوروا فيديوهات 4K 30 فريم مع الكاميرا الخلفيه. دي تجربه التصوير بالكاميرا الخلفيه على الرينو 13 5G 4K
4K 30 فريم. وبالاضافه ان ال 13 5G بيقدر يصور 4K مع الكاميرا السيلفي. ده تصوير فيديو بالكاميرا السيلفي 4K 30 فريم برضو، ثابت الى حد ما على حسب ما انا شايف. برضو لما اروح اتفرج معاكم على الفيديو. وبرضه بالمناسبه انا بره فيبقى في اصوات حواليا كتير، فهنشوف برضه عزل الفيديو في الصوت هيبقى عامل ازاي. ولكن 13 اف بيصور فول اتش دي بس مع الكاميرا السيلفي. ما قلت لك لازم نفرقهم في شويه حاجات. تعالى نتكلم بقى عن شويه امكانيات كده لطيفه في كل موبايل. اوبو بقى ما اكتفتش بكل ده، قال لك بقى ان لازم نديهم شويه سنسورات حلوه كده، وخاصه ال 13 5G هتلاقي فيه كل السنسورات اللي انت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. طبعا ان اف سي موجود، بصمه تحت الشاشه موجوده وسريعه طلقه، بروكسيميتي سنسور اللي هو السنسور بتاع المكالمات موجود، هاردوير، جايروسكوب سنسور، بوصله موجود، لايت سنسور موجود، هتلاقي كمان انفراريد سنسور او انفراريد بورت موجود فوق، ولكن ال 13 اف ما فيهوش. هتلاقي كمان المايك الثانوي لعزل الضوضاء هتلاقيه في الموبايلين. وطبعا كل السنسورات اللي انا بكلمك عنها دي موجوده في الموبايلين ما عدا الاي ار او الانفراريد بورت، هي مش موجوده الا في ال 13 5G بس. ولكن الان اف سي برده موجوده في ال 13 اف، هتلاقي برده فيه الجيروسكوب سنسور، وهتلاقي فيه البروكسيميتي سنسور، هتلاقي في كل حاجه. من الحاجات بقى اللي مش هتلاقيها في الموبايلين وهو مدخل 3.5 مللي. طبعا غالبا الفتره اللي جايه هنبتدي ننساه في 2025، واغلب الموبايلات مش هتلاقيها خلاص ب 3.5 مللي. اولا عشان يحافظوا على السكنس او اللي هو الموبايل ما يبقاش سميك بشكل او باخر، يبقى نحيف يعني. وكمان الاتجاه بقى للوايرلس وكل حاجه تبقى وايرلس، مفيش اسلاك بقى بعد كده. وغالبا برضو الفتره الجايه ممكن ما تلاقيش شواحن مع الموبايلات في العلبه عادي جدا، هنشحن بقى وايرلس والجو ده وانت هتشتريه، هتبقى حاجه صايعه برضو. بصراحه الموبايلين جامدين جدا، وزي ما قلت لك بيدوك تجربه هي مقاربه جدا للايفون. لو انت عايز تستعمل ايفون بس مش عايز تجيب ايفون وعايز موبايل اندرويد مقارب جدا للتجربه بتاعت الايفون، السلاسه والسرعه والكاميرات الجامده جدا والاداء القوي والمستقر والكلام ده، الموبايلات دي هتحقق لك اللي انت عاوزه بسعر اقل بكتير من الايفون. طبعا زي ما قلت لك انا ما اعرفش ازاي السعر لغايه دلوقتي والله قد ايه، ولكن اول ما اعرف هتلاقيني كتبت لك وسبت لك تحت الفيديو في الكومنتات، في اول كومنت كتبت لك الاسعار عامله ازاي. وهحاول برضه اسيب لك تحت الفيديو في الديسكربشن الاسعار بتاعتهم ولينكات الشراء. كمان هسيب لك اكواد خصم لو استخدمتها هتاخد خصم اضافي، وكمان هتدعمني جدا جدا. وطبعا في كود خصم لحبايبنا اللي بيتفرجوا علينا من الخليج، السعوديه والامارات، لو استخدمتوه هتاخدوا برضه خصم اضافي. وهحاول برضه اسيب لكم الاسعار بكل العملات، دولار وريال ودرهم وكله. وبرضه هستنى رايك تحت الفيديو في الكومنتات، وايه رايك في الموبايلات دي. ويمكن دي بدايه السنه، واتمنى تكون بدايه سنه سعيده كده لطيفه، ونشوف الموضوع بتاع الضرايب والجمارك هيبقى تسميعه قد ايه في السوق، او هيبقى مردوده عامل ازاي في السوق. وانه المفروض اللي هو يشجع الصناعه المحليه ويشجع ان الموبايلات سعرها يرخص، وان المفروض الموبايلات سعرها يستقر بشكل او باخر، عشان خلاص هي المفروض تبقى صناعه محليه. بس هنشوف، عشان من الواضح ان الموضوع ماشي في طريق عكس ذلك تماما. ولكن هذا لا يمنع يا صاحبي ان انت وحشتني بصراحه جدا، ويمكن ده كان اول فيديو بقالي كتير قوي حاسس ما قعدتش صورت يعني. يمكن كمان مش عارف انت واخد بالك ان احنا غيرنا السيت اب، مش عارف انت خدت بالك ولا لا. هو نفس المكان بس احنا قعدنا يعني ايه نظبط فيه شويه. برضه قولوا لي رايكم في هذا السيت اب، مريح لعينك ولا مش مريح، ولا حاسس ان في دوشه ورايا انت مركز معانا اكتر وانا مركز مع الالوان اللي ورايا، نشيل ده كله ونخليها باك جراوند ساده. يعني شاركني برايك كده، ايه المريح ليك او ايه المريح لعينك. انا بحاول، انا بحب اجرب يعني، وكده ابقى اكون خلصت وكله تمام، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.